واحده جوزها ما بيسالش فيها، وبجد انتوا بتشاركوا في الجريمه بتاعت ان الست دي عندها فايبروميالجيا. انتوا بتشاركوا في ان الست دي عايشه في الم ما بيخفش، لان هابي وايف هابي لايف. لو مراتك سعيده حياتك كلها هتبقى سعيده، لو مراتك تعبانه هتنكد عليك عيشتك، بدل ما تفضل تلقي اللوم عليها وتفضل تقول انت بتدلعي، انت بتعملي ايه وانت بتعملي حاجه. لا يا حبيبي، قوم فوق لنفسك واسندها نفسيا، ماشي؟ والله لو مدمره نفسيا قسما بالله ما هتخف. اعراض الفايبروميالجيا عند الستات ما بتخفش من كتر ما اجوازتها مبهدلينها. ده اللي بشوفه عندي في العياده. انا اسف يعني بتكلم في الموضوع ده، بس خلوا بالكم يا جماعه، انت اللي مضروب في الاخر وعيالك مضرورين، وفي الاخر بتقعد تقول ايه؟ ما هي مش غاسله الغسيل، ما هي مش كاويه مش عارف ايه، ما هي مش عامله الصحون. الله، طب ما هو انت اديتها ايه عشان هي تديك ده؟ ما هي قاعده تعبانه متكسره، مش طايقه نفسها، فاقده الشغف في كل حاجه، ومش قادره تقوم، وعماله تاكل، مقاومه الانسولين بتاعتها بتكتر، وكبد دهني، واعراض قولون وانتفاخات وقرف. ما هي من اللي هي شايفاه من عدم الاهتمام وعدم الاحتواء، فبيحصل ان احنا ايموشنال ديستربنس. يعني انا شعوريا انا مدمره، مش هدي، انا مش هدي طول ما انا شعوريا مدمره. كل اللي حواليك، يعني بعد اذنكم الفيديو اللي انا بصوره ده وروا الناس اللي حواليكم مهم قد ايه تاثيركم وتحفيزكم لمريض الفايبروميالجيا ان يقوم يعمل الجدول ده. اروح احضن امي، اروح احضن عيالي. في امهات مهمله ابنها ما بيسالش عنها. لو جسمك او جسمك بيوجعك على طول في اماكن كتير زي رقبتك، كتفك، ظهرك، حوض، ركب، بتصحى من النوم مكسر رغم انك نمت، حاسس ان طاقتك خلصانه، نفسك واضح، تركيزك ضعيف، دايما بتنسى، حاسس ان مخك دايما مش صافي. يعني مجرد ان اي حد يلمسني كده في اي حته في ايام يجي داس عليا، احس ان انا طاير من الوجع، فاهم ازاي؟ والاغرب انك ممكن تعمل اشعاعات، تحاليل، الله كله طبيعي، وتسمع الجمله المستفزه بقى: انت ما فيكيش حاجه، انت ما فيكش حاجه، انت عايز الناس تهتم بيك وخلاص، ما بلاش الحركتين دول، اللي فيك ده نفسي يا عم، تعايش، ما كلنا موجوعين، ما ده لا والله اصل انت مش مقرب من ربنا، اصل مش عارف ايه وبتاع. بص، اللي فيك ده اسمه فايبروميالجيا، وتعالى نفهم يعني ايه فايبروميالجيا. بص، مبدئيا اتفقنا جدا ان احنا عندنا 9 مناطق او 18 نقطه، ماشي، يمين وشمال، فتسعة وتسعة، ماشي. 9 نقط لو دوست عليهم هحس بوجع رهيب. مثلا اول حاجتين، الاتنين اللي في ظهر ايه الراس هنا، بدوس عليهم وجعيني وعاملين لي صداع وعاملين لي تنميل في دماغي ووش وضبابيه في التفكير ووجع هنا رهيب في الحتتين دول. يبقى دي اول نقطتين. بعد كده النقطه السابعه، الفقره السابعه العنقيه هنا، بدوس يمين وشمال، اجي ادوس نار وجعيني هما الاثنين. خلاص، بعد كده الابر تراب، الحتت دي بتاعه الترابيز دي، الحتتين دول بدوس عليهم وجع رهيب، ودايما عندي فيهم مواقع عضليه ومهما عليكم ما بيخفوش. بعد كده السوبراسباينيتس، العضله اللي هنا دي عضله من عضلات الدوار بتاعت الكتف، اجي ادوس عليها كده، اي مش طايق حد يدوس لي عليها. هنا السكند ريب او الضلع الثاني، الحته دي، الحتتين دول اجي ادوس عليهم هنا، الحته بتاعت الصدر دي من هنا كده تدوس كده، بعد كده الكيعان من بره، اجي ادوس على الكيعان من بره هنا، يقول لك تنس قلبه. والله والاقي عيان داخل لي بقى راس تنس قلبه، نزار غضروفي، يا ابني انت عندك فايبروميالجيا. طيب اوكي، الجلوتير ريجن، الحته بتاعت المؤخره، اما باجي ادوس على المؤخره، الحته بتاعت الحقنه دي، الحته بتاعت الحقنه دي يمين وشمال دوس عليها نار. وكمان الفخذ من الجنب هنا من بره هنا، الحته دي ما بقدرش واجي انام عليها، مش قادر انام عليها، اقعد مش قادر، بنام على يميني، انام على شمالي، عايز اطبق السنه، انام على يميني مش قادر انام على شمالي، تعبان. الركب من جوه وجعاني، ماشي، وكمان الحته اللي تحت الركبه كمان، والركب من جوه وجعاني جدا. دول 9 مناطق يمين وشمال، 18 نقطه. كتير جدا من الناس اللي عندها فايبروميالجيا بيبقى عندهم وجع في الحته دي. طيب 18 نقطه وجعاني يبقى فايبروميالجيا، والفايبروميالجيا مش مرض نفسي، خلاص، والالم اللي انت حاسه مش وهم. بس في نفس الوقت مش معنى ان جسمك كله وجعه يبقى كل جسمك فيه التهاب وانت لفيت على الدكاتره مفيش التهاب. المشكله في ان الفايبروميالجيا ممكن يحصل تغيير في الجهاز العصبي، استقبال ومعالجه اشارات الالم. انا بستقبل الالم عامل ازاي؟ بمعنى ابسط، تخيل ان عندك زرار بيعلي ويوطي صوت الالم. عند بعض مرضى الفايبروميالجيا الجهاز المسؤول عن الاحساس بالالم ده ممكن يبقى حساس بزياده، فالحاجه اللي المفروض توجع شويه انت حساسها نار وبتوجع جامد. ده مهم بصراحه، لان المريض هنا مش بيتدلع، مش بيتوهم، الالم حقيقي، لكن طريقه معالجه الالم جوه المخ وجهازك العصبي هي اللي مش مظبوطه.
بص الفايبروميالجيا مش وجع الجسم وبس، المريض ممكن يكون عنده ألم منتشر في الجسم وإرهاق شديد، تيبس، صداع، نوم غير مريح، صعوبة في التركيز، نسيان، إحساس إن دماغه مش صافية. يعني ممكن ينام 8 ساعات ويصحى يقول لك أنا حاسس إني ما نمتش أصلا، ودي نقطة مهمة جدا لأن النوم السيء ممكن يزود حساسية الألم، والألم يبوظ النوم، والإرهاق يخليك تتحرك أقل، فتدخل في دايرة كل ما فيها حاجة عمالة تزيد تزود التانية، كل حاجة عمالة تزود التانية. أيوه يعني أنا إزاي أشخص فايبروميالجيا؟ الكلام محير ده. بص هو فعلا محير، مفيش حاجة تشخصني ان انت فايبروميالجيا، مفيش اشعه، مفيش رنين، مفيش تحليل. التشخيص بيعتمد على الاعراض الاساسيه، ماشي؟ الاعراض اللي مع بعض دي احنا بنربطها ببعض، والتاريخ المرضي والفحص، ودلوقتي بنقيم حاجتين مهمين جدا. اول حاجه هي انتشار الالم، يعني كم منطقة مختلفة في جسمك مثلا كان فيها الألم ده خلال الأسبوع اللي فات. تاني حاجة شدة الأعراض زي الإرهاق، النوم اللي مش بيريحك، ومشاكل التركيز والتفكير. وكمان بنشوف هل الألم منتشر في مناطق مختلفة في الجسم، هل الأعراض مستمرة لمدة 3 شهور أو أكتر. بس ما تتسرعش وتقول أنا عندي فايبرو، لأ. شوف، ممكن يكون أنيميا، ممكن مشاكل غدة درقية، ممكن أمراض روماتيزمية والتهابية، ممكن مشاكل في العصبية، ممكن اضطرابات النوم. ده حتى بعض الادويه بتعمل لك نفس الاعراض دي. الناس اللي ماشيه على ادويه الكوليسترول مثلا، ماشي، ما هي ادويه الكوليسترول دي اصلا بتضاعف البون مينراليزيشن او تكون العظم، ماشي، فممكن اساسا تجيب لك هشاشه مع استخدام للادويه بتاعه الكوليسترول لفترات طويله جدا، تجيب لك الهشاشه، والهشاشه يعمل لك اعراض هي فايبروميالجيا بالظبط. طب نرجع تاني، ماشي، انا عندي فايبروميالجيا دلوقتي، هنا اهم جزء. بص مفيش علاج سحري للفايبروميالجيا، مفيش حقنه، مفيش مكمل غذائي، مفيش جلسة مساج، مفيش تمرين واحد. احنا محتاجين نشتغل على سيستم كامل. معلش انا عارف، بص انت جربت تاخد مسكن لوحده ما جابش، جربت تاخد بسط عضلات لوحده ما جابش، جربت تظبط النوم لوحده ما جابش، جربت تظبط النظام الدايت لوحده، لا. احنا هنعمل سيستم كامل دلوقتي، وخليني احكي لك. اول حاجه لازم تفهمها ان انت عندك الم، ده مش معناه ان في حاجه بايظه في جسمك، تمام؟ مفيش تلف معين، ما تروحش تدور على السوسو. اهم حاجه بس والنبي بلاش الوسوسه. مفيش حاجه اسمها مثلا انا لو صحيت والالم زايد انا بوظت نفسي، لا يا لهوي انا نمت غلط، انا بقى ايه، انا هعمل حركه بقى لذيذه جدا، انا مش هتحرك، انا هثبت، انا هتجبس مكاني كده اهو، وهقلل الحركه خالص، وساعتها بقى خلاص هخف ان شاء الله. لانك لو كل مره الالم يزيد تخاف وتوقف الحركه، مع الوقت عضلاتك هتضعف، ولياقتك هتقل، وحركتك هتقل، وثقتك في جسمك هتقل، وندخل في الدايره اسوأ واسوأ واسوأ. فبلاش سايكابا، ماشي؟ مش معناه ان انا اتوجعت اتشل، لا، ابدا اتحرك تاني عادي، ما تخافش، مش هتموت. تاني حاجة بقى الحركة والتمرين، ودي من أهم الحاجات اللي عليها دليل علمي. بس المشكلة إن بعض المرضى بيسمعوا التمرين مفيد فيقوم داخل الجيم يقتل نفسه أول أسبوع. لا يا باشا، بالراحة، إحنا محتاجين تدرج. لو أقصى حاجة تقدر تعملها إن أنت تمشي 10 دقايق، ابدأ من هنا بالراحة، واحدة واحدة، وبالتدريج نزود بقى مع المشي، مثلا نبدأ تمارين مقاومة، بعد كده تمارين هوائية اللي فيها تنفس وعرق، وبعدين تمارين في المية لو مناسبة، لو الدنيا كويسة يعني. مهم ان جسمك يبني قدرته بالتدريج وباستمرار. يعني بلاش الغلطه المشهوره بقى اللي هي تصحى في يوم انا حاسس ان انا كويس، انا خفيت، اروح نازل متفرم الدنيا، متمرن، اخلص المشاوير، اعمل كل المتراكم عليا، وبالليل هوب اروح واقع بقى في جسمي يا نار، وتقعد بعدها 3 ايام في السرير. لا، احنا عايزين نشاط بسيط منتظم، واحده واحده يزيد، ماشي؟ عايزين خطه. حتى في اليوم الكويس ما تستهلكش كل طاقتك مره واحده، والهدف ان قدرتك تزيد واحده واحده مع الوقت. تالت حاجه النوم هنا جزء مهم جدا من العلاج، بس مش نام 8 ساعات. انا عايز اعرف هل بتصحى مرتاح، هل عندك ارق، هل بتصحى كتير بالليل، هل بتشخر جامد، ممكن يكون اساسا ضيق تنفسي وانا نايم، او انعواج يجي في الحاجز الانفي هو اللي مسبب لي عدم النوم كويس، بيخليني صاحي بايظ، وكمان بعديها اخش بقى في اعراض فايبروميالجيا لان انا عمري ما نمت بقالي 10 سنين مثلا. هل ممكن يكون عندي احتمال ان انا نفسي بيتقطع وانا نايم، فلازم اروح عيادات النوم ساعتها اشخص نفسي. طول ما انا بنام وبصحى مكسر، ما لازم افهم انا مشكله النوم دي ما بتتحلش ليه، لان انا لو ما عالجتش نومي الفايبروميالجيا مش هتتعالج. بعد كده الحاله النفسيه بصراحه، ودي لازم تتفهم، انا مش بقول الفايبروميالجيا حاله نفسيه خالص والله، لكن الضغط النفسي والقلق والاكتئاب والخوف من الحركه والتركيز المستمر مع الالم، كل ده ممكن يعني ياثروا على تجربه الالم وعلى حياه المريض. عشان كده يعني في ناس كتير من المرضى عندنا بيستفيدوا جدا من العلاج النفسي او من العلاج السلوكي المعرفي او المعرفي السلوكي، ان انا افضل اتعرض مثلا لالم زي ده وما استجيبلوش، ما افكرش فيه جامد جدا، ما ابقاش اوبسيست ومحبوس في الاوضه طول النهار قاعد بفكر بس في الالم بتاعي. انا طول النهار قاعد ما بعملش اي حاجه غير انا بفكر في قد ايه انا مشلول وان انا ضايع، وعمال ادخل نفسي في دوائر اكتئاب اكتر واكتر واكتر. واصحابي يكلموني يقولوا لي انزلي، مش نازله، مش رايحه في
حته انا مش قادر، انا مفيش طاقه اصلا. مش لان الوجع في دماغك، انا مش بقول لك انت موجوع في دماغك ولا انت مجنون، لا خالص والله. بس انت محتاج تخرج نفسك بره الحته دي واحده واحده. وزي ما قلت لك ما تعملش حاجه رهيبه يعني. انا عايز فيديو على اليوتيوب 10 دقايق ماشي، اكتب يا عم اي حاجه تمارين لياقه بدنيه خفيفه للمسنين، وابدا بيها ما فيش مشاكل يعني. والاكل، الاكل بقى مش يعني مش لازم تدور على نظام صحي، يعني انا بقى عايزك تبعد عن حاجات بسيطه جدا. مش محتاج بقى ديتوكس رهيب بقى ولا 20 مكمل غذائي وبتاع وافضل اخد فيتامينات تحمل على كليتي اصلا وانا مش محتاجها. يا عم بالراحه، ولا حاجه. انا هقطع العيش عشان العيش خلاص اتفقنا ان هو مدمر كده كده، كلنا بيتعبنا كلنا بالاجماع ماشي. اللبن الناس اللي بتتعب منه بطلوا، الناس اللي ما بتتعبش منه تكمل عليه على طول مفيش مشاكل. خلاص قلل الاكل واحترم نفسك يعني، وصوم كتير. الصيام يا جماعه، الصيام افضل حاجه تنظف لك جسمك كله وتنظف لك السيستم بتاعك، ما سهله يعني ماشي. ومصادر بروتين كويسه ومحترمه من غير يوريك اسيد عالي وخلاص. وخضار وفاكهه والياف لطيفه عشان تنظم لي الهضم، والدهون الصحيه وميه وميه بشكل كافي كده ماشي. واقلل شرب الحاجات الغلط، ما انت فاهم يعني، هنفضل نهري في القصه، ما انت فاهم الصح وايه الغلط وانت عارف ايه اللي بيتعبك. ما دام بص، انت ما دام وصلت للفيديو بتاع الفايبر مانجا ده، انت واحد هريت النت تدوير على الاكل الصح والاكل الغلط، وسمعت مليون فيديو زي ده. نفذ بقى. انت عمال تزحم نفسك بمعلومات رهيبه، واساسا وعمال تقعد على السوشيال ميديا وانت قاعد تتفرج عليها دلوقتي، وقعدت اتفرجت على مليون فيديو قبل كده. ما خلاص بقى يعني، ابدا نفذ بقى حاجه. والتشتت، ابعد عن الموبايلات بليز، ابوس ايدك خلاص. وكمان فيديوهات استقامه الفقرات العنقيه اللي انا عاملها، استقامه الفقرات العنقيه بتزود لك الاعراض بتاعت الالتهابات بتاعت جسمك ووجع جسمك كله، وبتقلل توصيل مخك واشاراته لجسمك. فاعمل التمارين بتاعت استقامه الفقرات العنقيه اللي انا عاملها عندي على الصفحه، هتفيدك جدا. لان انت لو عملت الاكس راي وشفت ان انت عندك استقامه الفقرات العنقيه، بتساهم جدا في تزويد اعراض الفايبروميالجيا. وكمان العلاج الطبيعي عندنا والعلاج الاوستيوباثي بيفيد جدا ماشي. بس طبعا تبقى ماشي على السيستم. ما هو انت لو مش ناوي تمشي على السيستم بصراحه ما تجيليش، تضييع وقت وتضييع فلوس. لا، هنمشي على السيستم، هننام الصح، هناكل الصح ماشي. هنعمل السي بي تي اللي هو العلاج السلوكي المعرفي، اتعرض للالم ده وما استجيبلوش، واحده واحده ابدا تمرين، هتظبط السيستم. انت عارف، انت عايز تشغل بقى اغنيه اتقدم اتقدم، وتفضل تنزل بقى تعمل كل الخطوات ماشي. ويبقى في كده دفعه للامام، وكل اللي حواليك يعني بعد اذنكم الفيديو اللي انا بصوره ده وروا الناس اللي حواليكم مهم قد ايه تاثيركم وتحفيزكم لمريض الفايبروميالجيا ان يقوم يعمل الجدول ده ويعلق اللي وراه النهارده على الثلاجه كده. عارف اللقطات بتاعت الاجانب اللي احنا بنشوفها في الافلام الاجنبيه وتعجبنا دي؟ عارف انت تعلق النهارده انا هتمرن الساعه كذا، وهنام الساعه كذا، هاكل الساعه كذا، هقعد نفسي في سيستم. اللي حصل ان انت كسرت السيستم بزياده، فجسمك راح معاقبك بصراحه، او جسمك راح معاقبك. من الاخر احنا بنحاول نكسر الدايره. الالم يعمل خوف، والخوف يقلل الحركه، قله الحركه تقلل القوه واللياقه، والارهاق يزيد والنوم يسوء، الضغط النفسي يزيد، وحساسيه الالم ممكن تزيد. فنرجع تاني من الاول، علاج الفايبروميالجيا مش فين العضله اللي بتوجعني وتعالى افضل ادعك لك فيها ونفكها. احنا محتاجين نعالج الانسان كله. اول حاجه اتاكد ان التشخيص صح، افهم طبيعه الالم اللي عندك، ظبط نومك، وابدا الحركه على قد مستواك الحالي بالراحه، وزود بالتدريج واحده واحده. ما احناش مستعجلين، بقالي 10 سنين عندي فايبروميالجيا. ابني قوتك ولياقتك الجسديه واحده واحده. اهتم بصحتك النفسيه والعاطفيه، اروح احضن امي، اروح احضن عيالي. الحضن ده يا جماعه يعني، انا اسف اني بتكلم في النقطه دي، بس هرمون الاكسيتوسين ده اللي هو بتاع التلامس ما بين الاحبه دول، بجد بيفرز السيروتونين بتاعك الطبيعي اللي هيقلل لك من الهياج العصبي اللي انت فيه ده. فاهم قصدي؟ فبجد ان انت تقرب من اللافد وانز، او تقرب من حبايبك وتحضنهم وتبوسهم وتقرب منهم وتسال عليهم، وهم يبداوا يسالوا عليك، وتوريهم الفيديو ده تاني بقول لك، عشان يبداوا واحده واحده ياخدوا بالهم منك عاطفيا. في امهات مهمله، ابنها ما بيسالش عنها، ابوها ابوها ما بيسالش عنها، واحده جوزها ما بيسالش فيها. وبجد انتوا بتشاركوا في الجريمه بتاعت ان الست دي عندها فايبروميالجيا. انتوا بتشاركوا في ان الست دي عايشه في الم ما بيخفش. الاكل المتوازن، اهتم بالبارتنر بتاعك انه ياكل الاكل المتوازن. بص، انت لو في راجل بيتفرج عليا دلوقتي، انت عارف ان مراتك بتعك في الاكل والايموشنال ايتنج على طول، اهتم بالموضوع ده، شاركها في الموضوع ده، نزلها الجيم، شاركها
بجد ده دورك، لان هابي وايف هابي لايف. لو مراتك سعيده حياتك كلها هتبقى سعيده، لو مراتك تعبانه هتنكد عليك عيشتك، بدل ما تفضل تلقي اللوم عليها وتفضل تقول انت بتدلعي، انت بتعملي ايه وانت بتعملي حاجه. لا يا حبيبي، قوم فوق لنفسك واسندها نفسيا، ماشي؟ والله لو مدمره نفسيا قسما بالله ما هتخف. اعراض الفايبروميالجيا عند الستات ما بتخفش من كتر ما اجوازتها مبهدلينها. ده اللي بشوفه عندي في العياده. انا اسف يعني بتكلم في الموضوع ده، بس خلوا بالكم يا جماعه، انت اللي مضروب في الاخر وعيالك مضرورين، وفي الاخر بتقعد تقول ايه؟ ما هي مش غاسله الغسيل، ما هي مش كاويه مش عارف ايه، ما هي مش عامله الصحون. الله، طب ما هو انت اديتها ايه عشان هي تديك ده؟ ما هي قاعده تعبانه متكسره، مش طايقه نفسها، فاقده الشغف في كل حاجه، ومش قادره تقوم، وعماله تاكل، مقاومه الانسولين بتاعتها بتكتر، وكبد دهني، واعراض قولون وانتفاخات وقرف. ما هي من اللي هي شايفاه من عدم الاهتمام وعدم الاحتواء، فبيحصل ان احنا ايموشنال ديستربنس. يعني انا شعوريا انا مدمره، مش هدي طول ما انا شعوريا مدمره. والادويه ما تتاخدش من نفسك، تحت اشراف طبيب، بعد اذنك وفي ادق الحدود تقدري تنقي جسمك وجهازك الهضمي. انت لو صمت، بس صمت، هو فلتر. انا قولوني ده فلتر، امعائي دي فلاتر. الفلتر اللي بينظفني مش هيعرف ينظف نفسه، معقوله؟ استحاله يا جماعه، استحاله. ما انت افصل الماسوره اللي من فوق وسيبه يصوم، هو هيفضي اللي جواه، ماشي؟ وشجع مراتك على ده. الخلاصه، الفايبروميالجيا مش وهم، مش معناها ان كل عضلات جسمك ملتهبه ولا حاجه، مش مرض نفسي، بس في نفس الوقت مفيش عضله سحريه هنفكها، ولا مكمل غذائي سحري هناخده فتختفي المشاكل. احنا محتاجين نشتغل على الالم والنوم والحركه والقوه واللياقه البدنيه والحاله النفسيه والعاطفيه والتغذيه واي مشاكل صحيه مصاحبه. والهدف مش انك تفضل طول حياتك خايف من جسمك او خايفه من جسمك بالذات. الهدف انت واحده واحده ترجعي تتحركي، ترجعي تقوي، ترجعي تنامي كويس، ترجعي تثقي في جسمك، وترجع تعيش حياتك. هذا والله اعلم. السلام عليكم.